نحن في المغرب لا نبيع ولا نشتري. نحن في المغرب نحب العمل بجد واجتهاد. نحن في المغرب نصنع الطائرات والسيارات، نزرع الأرض بالخيرات، نشيد السكك الحديدية التي تسير عليها ما جاد به الزمان من أسرع القطارات. نحن في المغرب نبني النساء وكذا الرجال لنصنع المستقبل الذي نريد. نحن لا نشتري ولا نبيع. نحن ثامن العالم في تصنيف الفيفا. نحن أبطال العالم قبل أشهر هناك في تشيلي. نحن أبطال العرب قبل أسابيع في قطر. نحن من حصدنا المعدن النفيس في ألعاب باريس الأولمبية. نحن أبطال أفريقيا في الشان. نحن أسود القاعة، ننتصر ولا نعرف الاستسلام. نحن من عبرنا مع السيدات للمونديال وخسرنا معهن بشرف نهائي الكان. نحن أيها السادة من رفع أسهم القارة الأفريقية في بورصة الكرة العالمية وكسر كل الحواجز الوهمية ليصل في قطر لمربع الكبار ويحرج بطلة فرنسا وبطلة العالم فرنسا ويعبر بأمان حواجز إسبانيا، كرواتيا، بلجيكا والبرتغال. نحن بكل فخر لا نبيع ولا نشتري. نحن نعمل ونبني ونحمل طموح وطن وأحلام قارة جاءت فشاهدت وعاشت كأسا أفريقية لم ترها منذ أن عرفت البشرية كرة القدم. بعد أن تعرفتم علينا دعونا نسرد لكم بقية الحكاية. مشاهد غير مسبوقة من المطارات إلى الطرق والقطارات وصولا للفنادق والملاعب ومدن وقرى تعيش شغف الكرة وأهل لا يعرفون سوى الترحاب والكرم. عاشت جماهير ومنتخبات القارة الأفريقية أجواء كأس عالمية. التميز كان في كل شيء، ما أثار الغيرة لدى الغير، فأقسموا بكل الأيمان أن عرس الكان سيتحول إلى مأتم ولنهدم ما بنته أمة مغربية تصبو إلى منافسات أفريقية بنكهة مونديالية. البداية كانت مع إعلام الجزائر، ثم انتقلت العدوى للبعثة بمختلف انتماءاتها، ومع مرور الأدوار جاء الدور على البعض الذين كلما فشلوا كرويا علقوا الفشل على شماعة التحكيم وفقا لنظرية المؤامرة والكولسة التي ألصقت ببلد ذنبه الوحيد أنه أكثر في الترحاب وهيأ الظروف لمنافسة أفريقية بنكهة عالمية. لنصل بعد ذلك إلى الفصل الأخير من الحكاية. هناك كانت نية مبيتة سبقتها بلاغات تحضر لما هو أسوأ، فكان ذلك المشهد الذي لا يليق بقارة القرن 21. وبعيدا عن أي كلام منمق وبعد فوضى الانسحاب ثم العودة وبعد كل التصرفات الخبيثة والتصريحات اللئيمة والضغوط المتعمدة، اتضح لنا وللعالم أجمع أن المغرب يسير بسرعة تتجاوز كثر، حتى في رياضة كنا نعتبرها ولا نزال بوابة للتسامح والإخاء والتنافس الشريف لا للتآمر والتدليس. انتهت منافسات الكان وقد حطمت كل الأرقام، فكأس المغرب الأكثر جماهيرية حيث تابعها في مدرجات الملاعب المغربية العالمية أكثر من 1,200,000 متفرج وأكثر من 2.5 مليار حول العالم استمتعوا بها عبر الشاشات، لتسجل بذلك أرقاما قياسية غير مسبوقة. ولعشاق الأرقام أيضا مداخيل الكاف ارتفعت بأكثر من 90%، بينما فاقت مداخيل الإعلانات والنقل التلفزي 100 مليون دولار. إذن نحن لا نبيع ولا نشتري. نحن ننافس بشرف ونعطي المنافسات لمسة احترافية في زمن هناك من أبناء هذه القارة من يعشق الهواية ويصر على أن تبقى أفريقيا قارة هاوية بعيدة عن أي تنمية حتى وإن كانت كروية. أهلا بكم في صدى الأحداث، والصدى اليوم صدى كأس الأمم الأفريقية نسخة المملكة المغربية التي وإن استعصى فيها اللقب على الأسود إلا أنها شكلت مبتدأ النجاح وخبر التميز لقارة نؤمن نحن المغاربة بأنها تستحق الأفضل، وقد كشف المغرب هذه الحقيقة.